تفضل. السلام عليكم. السلام. عندي وجع بطن ولزات وحرارة. حرارة عندك؟ طاشة. قمت راجع. اجلس تشرب. نفس. نفس. خذ نفس. تمام هو ان شاء الله. شوف شوف تاخذ شراب تصير مشان المعدة تنظيف معدة، وهاي الحبات تاخذ 3 مرات في اليوم، بس يوقف الإسهال توقفها مباشرة إن شاء الله. مباحيات وجهك حيل راجعتي؟ ها؟ شوف إذا شوف إذا هيك ساعتين فصلت إياها نشوف شلون نتيجة يعني نتيجة إبرة بس واحدة. شكون باسم شاي؟ ها؟ دعي يا لا يتشو. دعي لا تشو. لا تعالي تمشي تعالي تسجي ايوه تمام قلت لي حاجتي شو؟ يلا ما ست ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور منير الأحمد الويس من سوريا. قدمت من سوريا صار لي سنتين تقريبا، 1.5 سنة. كنت في سوريا في معتقل، بقيت في المعتقل مدة 5 سنوات تقريبا. بعد خروجي من المعتقل دخلت إلى تركيا عن طريق أطباء بلا حدود. بعدين توجهت إلى دار الإحسان للاستشفاء، هو دار للأخوة المصابين السوريين القادمين من الداخل السوري أو من المحافظات التركية الموجودة قرب الحدود السورية. طبعا الدار هو مخصص للأخوة السوريين، طابق مخصص للرجال وفي طابق مخصص للنساء، وفي مكتب وفي غرفة للمعالجة الفيزيائية، وفي طبعا الدار يقدم مأكل والمنامة والمشرب وكل مستلزمات. تقريبا هو دار للاستشفاء، كل مستلزمات الأخوة المصابين، الأخوة الزوار النزلاء القادمين إلى تركيا للعلاج. طبعا ريثما يتم علاجهم في المشافي التركية، كان الأخوة احنا هنا في دار الإحسان نقدم لهم بعض الإسعافات الأولية أو بعض الأمور الطبية التي نستطيع الإعانة معهم من أجل وصولهم إلى المشافي التركية أو ريثما يصلون إلى المشافي التركية. طبعا الحالات اللي نقدر نقدمهم بالدار هي حالات إسعافية بسيطة من حالات التهابية أو مسكنات أو ليس أكثر. أما البقية العلاج كله في المشافي التركية أو عن طريق المشافي التركية الموجودة هنا، لأن كل مريض يأتي من الداخل السوري أو من المحافظات التركية يأتي عن طريق إحالة للعلاج في عنتاب. نحن موجود الدار في عنتاب. بالإضافة إلى الدار يقدم تركيب أطراف للأخوة السوريين القادمين من المحافظات التركية الموجودين هنا أو من القادمين من الداخل السوري. الأطراف مجانية، وتأتي سيارة مخصصة تأخذهم إلى مركز الأطراف للمعاينة وكل شيء وتجهيز هذه الأمور، ثم العودة بهم إلى هنا. وبعدين يتأهلون إلى غرفة المعالجة الفيزيائية للتأهيل لعودتهم إلى الحالة الطبيعية، طبعا بحلقات خاصة كذلك للعلاج النفسي وبأخصائيين نفسيين لعلاج الأخوة، خاصة في حالات الحرب أو الأمور الحربية أو الحالات النفسية خاصة بالأطفال والقادمين من الداخل أو الموجودين في تركيا.
طبعا أهم شيء احنا نحب نذكر أول شيء الأخوة النزلاء اللي أتوا من الداخل السوري أو من المحافظات التركية للعلاج هنا في المشافي التركية هي كلها علاج مجاني، يعني ليس هناك أي مقابل. بالإضافة إلى الدار يقدم علاج مجاني عن طريق مشافي خاصة، نأخذهم إلى مشافي خاصة حسب الإمكانيات للتداوي والعلاج في مشافي خاصة على حساب الدار. لا يقدم المريض أي مال أو أي شيء مقابل ذلك. يعني كل الخدمات التي تقدم في دار الإحسان للاستشفاء هي خدمات مجانية وليس مقابل شيء. Selamünaleyküm. Bir yıldan beri burada faaliyet göstermekteyiz. Suriyeli kardeşlerimiz savaş anında üstüne bomba düşenler yahut kurşun yiyerek buraya gelen, azalarını kaybeden bacılarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz var. Tabi bu sırada Doktor Mühür de Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığındı. Bir seneden beri kendisiyle beraber burada çalışıyoruz. Kendisi burada gönüllü olarak çalışıyor. Tabi burada hafif olan hastalarla ilgileniyor. Ağır hastalarla kendisi bize söylüyor işte hani bunu ameliyat gerekiyor. Biz kendimiz bizzat gidip üniversite hastanesi, devlet hastanesi burada muayenesini gerçekleştirip devlet hastanesinde tedavisini yaptırıyoruz. Tabii ki yani bizim burada birçok yaralımız kendisi ilgileniyor. Çocuklarla çocuk oluyor, büyüklerle büyük oluyor. Çünkü kendi halkından gelen bir vatandaşlar. Bu yüzden kendisi çok mutlu burada olmaktan. Allah razı olsun, burada bizimle beraber çalışıyor. Bizimle her türlü sıkıntıyı gideriyor. Bizimle her türlü şeye yola çıkıyor. Allah razı olsun. Yani bu sırada tabii ki bizim birçok hastalarla kendisi en çok payı olan kendisi. Çünkü burada doktorluğu kendisi yapıyor. Burada her şey kendisinden sorulur. Allah kendisine razı olsun. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.